انا امتى اقدر اقول لطفلي لا؟ هو انا في اي لحظه اقدر اقول لطفلي لا. على فكره هي الفكره زي ما بقول لك يا ساندي، هي احنا فاهمين موضوع التربيه الايجابيه او التربيه الصح، بان انا ما اقدرش اقف قدام ابني، ما اقدرش اعاقب ابني، ما اقدرش امنعه من حاجه. لا طبعا. هو انا اول حاجه لازم كل ام واب يفهموها قبل ما نفكر احنا هناخد انهي موديل من موديلز التربيه، وانا وظيفتي ايه لولادي. في امهات او ابهات او في اسر كتير جدا شايفه ان وظيفتها لاولادها هم ان هم يخلوهم مبسوطين، ودي اكبر غلطه احنا بنعملها. اول ما افكر ان انا ازاي اخلي ابني مبسوط، انسي ان هو يتربى، لان هو لا هيتربى، وبالعكس ده هيبوظ اكتر، لانه انا بدور دلوقتي على كل الطرق اللي تخليه مرتاح ومبسوط. فانسي بقى انه يتحمل مسؤوليه، انسي ان هو يبقى طفل واثق في نفسه، انسي ان هو يبقى عنده حدود واحترام للاخر. ده الناس بتاخد الفكرة دي ان انا اخليه واثق من نفسه، فانا دايما مخليه مرتاح. غلط جدا. انا وظيفتي في الحياة كأم وكأب، احنا مخلوقين علشان نخلي ولادنا مش مبسوطين، احنا نحميهم. هو ده الأصل، أصل التربية هي الحماية.